السلام عليكم. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه ودعموني وكومنت حلو زيكم ويلا بينا. فيلم النهارده مستوحى من قصه حقيقيه حصلت في انجلترا سنه 1974 مع ماري وهي بتحضر الفطار لجوزها احمد الباكستاني. اتعرفت على جوزها في سن 14 سنه وكان بينهم قصه حب كبيره. لما اهله عرفوا العلاقه اللي بينهم اتجوزوا، وبعد جوازهم دخلت ماري الاسلام وسمت نفسها فهيمه، وكانت دايما ملتزمه وبتحب الاسلام لانها دخلت عليه باقتناع. وماري بتكون عقيمه مش بتخلف، لكن احمد بيحبها وبيكون مش فارق معاه. لما بتدخل ماري لجوزها علشان تديله القهوه بتلاقيه بيطلع في الروح وبيموت. وتاني يوم بيتم مراسم العزا وسط اخواته، وبتكون ماري حزينه جدا لانه كان سندها الوحيد بعد ربنا، وبتكون لابسه ابيض على عكس الموجودين لانه جوزها كان بيكره اللون الاسود في العزا. وبعدها بترجع ماري لطبيعتها، لكن بتبقى حاسه بالوحده وبتتغلب على الاحساس ده بالصلاه، وبتقرر انها تعمل اللي كان جوزها بيعمله وهو مسافر لانه كان شغال قبطان. وبحكم سفره الكتير كان بيسجل شرايط بصوته علشان تسمعها ماري وهو مسافر. بعدها بتقعد تتفرج في الصور بتاعته وبتفتكر ذكرياتهم مع بعض، وبتفتح محفظته علشان تشوف باقي الصور، فبتلاقي بطاقه شخصيه لست غريبه اسمها جينيف، وبيدخل الشك في عقلها. بتدور في اوراقه علشان تعرف اي حاجه، فبتمسك تليفونه بتشوف رساله من رقم غريب وبتقلب في الرسائل وبتعرف انهم على تواصل، وكانت كاتباله عنوانها علشان يروح لها. فبتتصدم ماري وبتقرر تعرف الحقيقه. بعدها ماري بتسافر على فرنسا على نفس العنوان اللي مكتوب في الرساله، واول ما بتوصل بتروح الفندق وبتطلع تليفون جوزها وبترن على الرقم، فبترد جينيف، لكن ماري ما بيكونش عندها الجرأة تتكلم، فبتقفل المكالمة وبتقعد تعيط على اللي عمله جوزها فيها وعلى كسرة قلبها. وبتبات ليلة في الفندق. قرر تروح للست دي بيتها، وبتقعد قدام المراية تتدرب هتقول لها ايه وتعرفها بنفسها ازاي، ويا ترى مين هي الست دي. وتاني يوم بتروح ماري للعنوان وبتقعد تخبط على الباب لكن محدش بيرد، وفجأة بتلاقي جينيف واقفة وراها وبترتبك ماري، لكن جينيف بتفتكرها عاملة النظافة اللي كانت طلباها من المؤسسة، وده بسبب لبسها البسيط. فقررت ماري تعمل دور الشغالة علشان تراقب جينيف وتعرف ايه علاقتها بجوزها. وبتدخل ماري وراها البيت وهي ساكتة، بس ما بتبقاش فيه فرصة انها تتكلم او تعرف نفسها لان جينيف بتكون مشغولة في مكالمة تليفون. بعدها بتديلها لبس وادوات للتنظيف، وبتراقب ماري كل حتة في البيت. لما بيجي وقت الغسيل بتجمع الهدوم علشان تغسلها، فبتلاقي هدوم جوزها وبتصدم وبتحبس دموعها علشان ما تتكشفش. وفي الوقت اللي بعد كده بتنظف الحمام، فبتسمع صوت بره، فبتخرج على الصوت فبتشوف ولد قدام اوضته بتاع 15 سنة كده، وبيكون ابن جوزها اللي بيكون اسمه سولوم. بعدها بتدخل ماري الأوضة بتاعتها وبتقفل على نفسها وكلها حزن من اللي عرفته. لما بتخلص بتخرج من البيت وبتروح على البحر وبترمي نفسها على الشط وهي منهارة جدا لان جوزها كان بيخونها طول المدة دي، وكمان مخلف منها وكان مفهمها انه مش عاوز اطفال، وبتعرف ان علاقتهم كانت كذبة كبيرة. بعدها بتروح على الفندق وبتبات، وتاني يوم بتروح لبيت جينيف علشان تكمل تنظيف في البيت، وبيفتح لها سولوم. وبتدخل ماري بيلموا في الهدوم بتاعة احمد علشان يتبرعوا بيها، فبتشيل ماري هدوم جوزها وبتطبقهم وبترتبهم. وهي بتكمل تنظيف في البيت بتسمع صوت جوزها جاي من فوق، فبتمشي ورا الصوت وبتتصدم لما بتلاقي سولوم وامه مشغلين شريط فيديو ليهم وهما في المصيف. وبتتصدم اكتر لما بتشوفه بيشرب في خمرة، وبتشوفها جينيف لكن مش بتهتم. وماري بتكون مصدومة من جوزها لانه دايما كان ملتزم وعمرها ما تتخيل انه بيشرب، وبتنزل وهي منهارة وبترجع تدخن. وبتروح وراها جينيف وبتشرب سيجارة معاها وبتديلها مفاتيح البيت علشان تكمل تنظيف وهي مش موجودة. بعدها بترجع ماري الفندق وبتقعد تصلي، لكنها بتكون منهارة جدا من العياط لان جوزها كان بيستغفلها ومخلف كمان وكان عايش حياته والتزامه كله كان مصطنع. وبتقعد تعيط طول الليل على سجادة الصلاة من كثرة قلبها. وتاني يوم موبايل احمد جوزها بيرن وبيكون المتصل ابنه سولوم، وبتمسك الموبايل لكن ما بتقدرش ترد. وبنعرف ان جينيف وابنه ما يعرفوش انه مات وفاكرين انه غياب عادي بسبب الشغل. تاني يوم بتروح تكمل شغلها وبتقرر تقول لهم على الحقيقة. في الوقت ده بيجي ابنهم سولوم وهو متعصب، فبتطلع وراه جينيف وبتسأله عن سبب عصبيته، فبيزعق لها وبيقول لها انه صاحبه شافها راكبه مع واحد غريب وبيتهمها بالخيانه، وانها السبب ان ابوه مش عايش معاهم، وانه بيكرهها جدا، وانه هيروح يعيش مع ابوه وبيمشي من البيت وهو متعصب. بعدها بتنزل تقعد مع ماري وبتحكي لها ان ابنها بيكرهها وانه نفسه يعيش مع ابوه، وبتتصدم اكتر لما بتقول لها انا عارفه ان احمد متجوز واحده في انجلترا ورفض انه يسيبها علشان بيحبها ومتمسك بيها، وانها اصلا مش متجوزاه وعايش معاها بطريقه غير شرعيه. وسلم
لازم ابنها ما يعرفش اي حاجة عن الكلام ده. ترجع ماري اوضتها وبتفتح التليفون فبتلاقي سولم باعت رسائل كتير، فبترد على رسائل كأنه ابوه وبتقوله انه وحشه جدا لكن مش هيقدر يقابله الفترة دي لانه مشغول، وبتقفل التليفون. وبتروح ماري تاني يوم وهي مقررة تحكي لهم كل حاجة، لكن جينيف بتديها حسابها وبتستسمحها انها تستنى مع سولم لحد ما ترجع لانها رايحة تودي العفش. ولما بترجع بتلاقي ماري عاملة اكل لسولم وبتقعد تاكل معاهم، وبتقول لها ان الاكل ناقص ملح، فبيرد ابنها وبيقول لها الاكل حلو، انت غيرانة من ماري لان طبيخها احسن منك، وبيعايرها بعلاقاتها الغير شرعية. فامه بتتعصب وبتقول له انت اتولدت بطريقة غير شرعية وابوك مش هيعترف بيك، فبيتعصب عليها سولم وبيتف على وشها، لكن ماري بتضربه على وشه علشان ابن عاق وبيزعل سولم وبيمشي. وجينيف بتزعق في ماري وبتقول لها اوعي تمدي عليه ايدك مرة تانية. وتاني يوم بتروح ماري البيت الجديد بدعوة من جينيف علشان تسلمها المفاتيح، واخيرا بتقرر تقول لهم الحقيقة. بتقول لهم انها مرات احمد واسمها فهيمة، وبتبكي جينيف من الصدمة وبتتعصب وبتقول لها انت شخص مخادع ومزيف. واثناء كلامهم بيدخل سولم بيتفاجئ لما بيسمع الكلام، وجينيف بتسألها عن احمد وانه لازم يرجع يكلمهم علشان ابنه وانه مسؤول منهم. فبتصدمها فهيمة وبتقول لها ان جوزها مات، لكن مش بيصدقوها. فبيطلع سولم التليفون وبيرن على ابوه علشان يتأكد ان لسه عايش، لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا الموبايل بيرن في شنطة ماري وبيتأكدوا انه مات فعلا. وبتخرج جينيف عن السيطرة وبتطردها بطريقة وحشية قبل ما تشرح لهم هي ليه عملت كده وازاي، وبتفضل تبكي هي وسولم ومنهارين على فراق ابوه. ورجعت ماري انجلترا لحياتها الطبيعية، وفضلت تزور جوزها وتدعي له بالرحمة والمغفرة من باب الوفاء. وفي مرة وهي هناك بتتفاجئ بجينيف وابنها عند قبره، فبتطلب ماري منهم انهم يروحوا معاها البيت ويشوفوا المكان اللي احمد كان عايش فيه. هناك بتعترف جينيف انها كانت بتغير منها لان احمد كان بيحبها جدا. وبعد كده ماري بتنزل فبتتفاجئ بسولم وهو لابس طاقية ابوه، وكمان بيسمع في شريط التسجيل بتاعه، فبيعتذر لها وبيعيط، وبعد كده بيحضنها وبتنهار هي لان ما عندهاش اولاد، وبتحس بشعور الامومه اللي اتحرمت منه وكمان على فراق جوزها. كده يكون الفيلم خلص. لو كملت الفيديو للاخر احب اشكرك، وهستنى الكومنت واللايك. اشوفكم الفيديو الجاي.